السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطلالة سريعة جدا جدا هنستكمل حلقتنا اللي كنا نزلناها من أسبوع عن خالد زفت الجندي. خالد الجندي عشان ما أطولش عليكم طالع بيقول إن البيرة والحشيش حلال. الله عليك يا مولانا، الله عليك، الله عليك يا حبيب والديك، على رأي مدحت شلبي. تعالوا نشوف البي بيقول إيه. هو بالنسبة للبيرة أنا عندي ليست حرام إلا القدر المسكر منها. ليست عندي كأبي حنيفة، ليست عندي حرام إلا القدر المسكر منها، باعتبار أنها غير مصنعة من العنب أو النخل، فهي من حيث الخمرية ليست خمر. أما من حيث الإسكار لها قدرين، كل واحد يعرف المقدار الذي يسكر منه. زي ما انتوا شفتوا كده بالظبط، الباشا عنده الخمرة أو تحديدا البيرة حلال، والحشيش مفيش مانع منه لانه ظهر في العصور المتاخره وما يقعش عليه الحكم. وانا زي ما قلت لكم انا مش من اهل التخصص في الشرع خالص، انا بني ادم زي اي واحد بتقابله في الشارع، وقلت الكلام ده قبل كده لكن هنرد عليه. الباشا شايف ان البيره حلال وهي تبقى حرام بالقدر المسكر، والحشيش عادي. طب وبالنسبه للبانجو يا شيخ خالد، ده نبته بتقوم في الصحراء، ايه المشكله فيها يعني؟ انا ما شايفش اي مشكله فيها. وايه رايك لو رخصنا بيوت الدعاره؟ الشباب تفك عن نفسها شويه، نروح فين يعني؟ الجواز غالي والدنيا كلها مولعه ومحدش لاقي. مفيش مانع يعني، وانا متاكد انك هتطلع بيها قريب يعني. وايه رايك يا مولانا؟ ده اذا صح ان احنا نقول للحيوان زيك يا مولانا، ايه مفيش مانع برضه قلنا احنا بيوت الدعاره تترخص، والبانجو والحشيش والبيره من وجهه نظر معاليك يا فز يا عالم يا عضو في هيئه كبار العلماء، الله يولع فيك انت واللي زيك باذن الله ان شاء الله يعني. وايه المانع لو يبقى فيه مثليين؟ ايه المشكله يعني؟ احنا مش راجعين ولا متخلفين، ايه المشكله لما يبقى في مثليين؟ عادي جدا يعني، عادي. ايه هنبقى زينا زي اوروبا كده، راجل يتجوز راجل او مره تتجوز مره، ايه المشكله يعني؟ ده انا مش عارف الناس اللي بتعارضك دي بتعارضك عليه، الله نصيبه تاخدك ان شاء الله. وانا واثق انك انت هتطلع تقول ان ايه المشكله لما نرخص بيوت الدعاره زي تركيا ومفيش مشكله ان احنا يبقى في مثليين عندنا، مش بني ادمين، مش بني ادمين لهم حقوق. انا متاكد انك انت هتطلع تقول كده. كمان الشيخ خالد الجندي فتح الله عليه او فتح الله راسه باذن الله وشقه نصين باذن الله، ليه راي في مساله غشاء البكاره، والباشا بيقول ان مفيش حاجه اسمها غشاء بكاره. تعالوا نشوفوا بس الفيديو ده بيقول ايه فيه ونرجع تاني. حاجه اسمها غشاء بكاره يعني ولا ايه؟ لا مفيش حاجة اسمها غشاء بكار. مفيش حاجة. زي ما انتوا شفتوا كده خالد زفت الجندي بيقول ان مفيش حاجه اسمها غشاء بكاره. طب انا راجل متجوز يا شيخ خالد ليا ب7 شهور. ايه ايه يعني اللي حصل معايا ده كله في ليله دخلت ايه بالظبط يعني؟ ايه تمامه بالظبط يعني؟ كانت تهيجات مثلا؟ لا، في غشاء بكاره، في غشاء بكاره خلقه ربنا. وكمان العلم والتشريح بيقول ان غشاء البكاره ليه اكتر من شكل، في غشاء بكاره يا شيخ خالد. هتطلع منين بالكلام ده؟ الله مصيبه تاخدك ان شاء الله من بوزنا وتغور من بوزنا خالص. في غشاء بكاره يا شيخ. عايز توصل بالمجتمع ايه؟ بالمناسبه يا اخواننا، الشيخ خالد ده كان متجوز مسيحيه وقال انه اولاده بيدرسوا في مدارس قبطيه. الشيخ خالد الجندي اللي بيحاول اني يصدر لنا دين جديد على هوى اللي خلف ابوه، او بمعنى ادق عشان ما نسقش على بعض يعني على هوى الدوله. زي ما هو شايف ان الطلاق الشفهي لا يقع، وان الطلاق لازم يكون عند مأذون. مش هندخل نتكلم كتير في الموضوع ده لان في فحول كده ردت عليه، في فطاحله من علماء ردت على الجندي في المساله دي. لكن ازاي انت مش شايف ان في غشاء بكاره وبتعاند وبتكابر الحق وباين على ميتين وش امك الكذب؟ انت كذاب وباين عليك انك كذاب. ايه اللي انت عايز توصل له يعني؟ انت بتلف وتدور على ايه؟ طبال وعرفناك، تعريص وهتعرص 10 على 10. انت تقع تحت قول تعالى فرأيت الذي اتخذ الهه هواه. يا رب اكون قلت الايه صح. انت كده انت بتفنط دين على هواك عشان ترضي اللي فوقيك. بس يا اغبى اخواتك، متاع الدنيا زائل يعني. انت الشعر الابيض مالي وشك ومالي راسك، ده اذا كان فيها شعر الراس اللي عامله زي كره الكفر الفجريه دي. هتعيش ايه يعني؟ هتعيش 10 سنين تاني، 20 سنه تاني، بس لما تقف بين ايدين ربنا هتقول له ايه؟ وشوف كام واحد ممكن ياخد بكلامك ويضل على هواك. ايه هو المذهب الجديد او الدين الجديد اللي عايز يصدروه الناس؟ عايز ايه؟ عايز تقول على البيره والخمور حلال، عايز تقول طلاق الشفهي لا يقع والطلاق لازم يكون عند مأذون. وفي لقاء معاك مع احمد كريمه بتقول الشرع هو القانون الوضعي، الشرع اللي نازل من فوق 7 سماوات على النبي عليه الصلاه والسلام. خالد به الجندي بيسويه بالقانون الوضعي، القوانين الوضعيه اللي بتحطها الدوله في اي مكان او بيحطها بشر زي واللي اثبتت فشلها على مدار الزمن يعني. تعالوا نشوفوا بس هو بيقول ايه في مناظرته مع الشيخ احمد كريمه. تعالوا نشوف كده ويتفرج ويتمعنوا في البني ادم ده وارجعوا لي.
في كل الامور. أيوة. اذا خالف القانون الوضعي للشريعه الاسلاميه لا يعمل به. والله انا زعلان عليك يا دكتور كريم، انت راجل عالم كبير. ازاي اذا خالف القانون؟ يعني القانون الوضعي لو اجاز استيراد الخمور وصناعتها انا اقول نعم. مالكش اعتراض، مالكش الحق. ايوه تقول نعم. حرام شرعا، مالكش حق. والدوله تأثم اذا سمعت بصناعه الخمور واذا سمعت باستيرادها وتصديرها، لانه مخالف للشريعه. مش في طوائف في بلدك بتبيعها؟ انا لا ماليش دعوه بالطوائف اللي تبيعها. طب الدوله ما سمحت ليهم، انت مالك مالك؟ لهم هم، مش لعموم الشعب. طب حضرتك انت دخلت ليه في القانون؟ امال ربنا حرم الميسر، يبقى يمنع اداره صالات القمار. يعني انت المحتسب يا دكتور كريم؟ ده شريعه، ده خطر قوي. يعني هي لا اله الا الله، ده شريعه ربنا. لا خطر قوي. لا انفرط في الشريعه، نهون الشريعه. لست عليهم بمسيطر، اسيب الشرع للقانون. إن عليك الا البلاغ. يعني حضرتك اصبح القانون بديل الشريعه؟ بس رد عليا في السؤال، هل القانون اصبح بديل عن الشريعه؟ بديل؟ لا ما تقولش الكلمه دي، انت راجل عالم. القانون هو الشريعه. لا القانون هو الشريعه شيء والقانون الوضعي شيء. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. الله سبحانه الرسول ومن يعني أتى انتوا شفتوا كده بالظبط، ملوعه وشريجه غريب في المناظره، وطبعا هو متكول على متحدث جيد بيعرف يتكلم. ولما زنقوا الشيخ احمد كريمه اتلوع وخدوا في حته الكلام ده خطير، الكلام ده فكر ارهابيين، وعايز يورط الشيخ اللي قدامه في اي مصيبه. انت طبال، احنا ما عندناش مانع، لا انت اول طبال ولا اخر طبال هيجي بتعرس برضه، لا انت اول ولا اخر معرس هيجي، ده العادي يعني ما فيش اي مشكله فيه. لكن ما تجبرناش ان احنا نصدقوا كلامك، لانك والله سقطت من نظر الجميع وامرك منتهي. انت اقل ما يقال فيك دول خلصانه تمامك تمام. سعد الدين الهلالي، أمنة نصير، فريدة الشباشي واخوها الوكيل اليوم اللي اسمه فريد الشباشي، تمامك تمام. محمد هداية، الناس اللي هي هتحاول بدون علم وبدون فهم ولا تعلم ولا اي حاجه بتحاول تصدر لنا دين جديد، دين هش ليس له ادنى علاقه بالشريعه الاسلاميه خالص. انت في نظرك ان البيره حلال، ما فيش غشاء بكاره، وطبعا هتطلع شويتين، انا متاكد ان هيطلع يقول لك دي هيطلع وايه المانع يعني لما تحصل علاقات جنسيه خارج اطار الزواج وبتحتفل مع بعيد ميلادك مع اسره مسيحيه وكون متجوز مسيحيه على كلامك، يعني ما جابيش حاجه من عندنا، اما اولادك بيدرسوا في مدرسه قبطيه. انا والله حاسس كده، والله اعلم انك انت مدسوس علينا، يعني انا حاسس كده، يعني حاسس انك انت مستحيل تكون انسان عاقل مسلم درس في الازهر الشريف، مستحيل. انت مخرب. اقسم بالله العظيم الواحد ما يتعتر بيك في الصعيد لا يخليك تطلع منه حامل في ودانك والله العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي كل اللي زيك. انت اقل ما يقال فيك انك انسان سافل حقير، متاع الدنيا غرك، بتحاول ترضي اللي فوقيك واللي بيوجهك واللي بيشغلك. يعني الدنيا ضيقانه علينا من كل ناحيه، ولا في شغل ولا في زفت، والدنيا مولعه وغاليه على خلق الله كلها، والناس صابره وساكته، وكمان هتطلع تشكك الناس في دينها. حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي امثالك وفي كل اللي زيك وفي كل اللي ساعدك وفي كل اللي بيسمح لك تطلع وتبث الخبائث اللي انت بتبثها للناس دي. لا في غشاء بكاره، لكن اللي انا عارفه متاكد منه ان البيره حرام. انت لو جبت بيره وكتبت عليها بيبسي ده مش هيغير من مضمونها. البيره والخمور حرام، صلاه القمار حرام، ده امور ثوابت كده، بديهيات كده، زي شرب الميه، زي ما الشمس بتطلع من شرقها وتغرب من غربها، كل الحياه دي مسلم بيها، لا في غشاء بكاره. البيره والخمور حرام، مستحيل شرع ربنا اللي نازل من فوق 7 سماوات يسوي القانون الوضعي. كل الكلام ده فاضي، كلام خالي تماما من الصحة. يا خالد يا جندي انت انسان مخرب، انت انسان زبالة، انت وكل اللي زيك وشلة ما يقال عليهم المشايخ، وانتوا ابعد ما يكون عن المشيخة. انت والشلة اللي بتطلع معاها على التلفزيون دول انتوا مخربين، انتوا بتصدروا عقيدة خاربة للناس. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، والله العظيم في نظري انتوا لا تقلوا خطورة عن اليهود وعن الشيعة وعن كل امثالكم من المخربين اللي عايزين يفسدوا المجتمع. سؤال اخير بس كده راح يشيلني، هو ليه دايما الحط على المسلمين؟ ليه دايما المسلمين بس اللي هيتحط عليهم؟ عايز افهم انا. تجرؤ يا خالد الجندي تطلع تنتقد قس؟ لو راجل من صلب راجل وجاي من صلب ذكر صح، اطلع انتقد قس بس كده، وانت تاني يوم مش هتشوف الشاشه دي بعينك تاني، ولا هتشوف ولا هتطلع تلفزيون تاني. لكن الحط دايما على مش عايز اقول الفقره الاضعف، لانه والله بفضل الله شرعتنا اقوى من اي حاجه، لكن دايما الحط على المسلمين، الكيد في المسلمين. ده محسسينا من كل ما بره وجوه، الدول الاوروبيه، الغرب، ايران، كل حتى مننا
محسسنا يعني ان الاسلام ده مسؤول عن كل حاجه وحشه، وبفضل الله ديننا الاسلامي وشريعتنا الاسلاميه السامحه بعيده كل البعد عن كل الافتراءات اللي بيتم افتراءها سواء من بره وجوه عليها. حسبي الله ونعم الوكيل، واكرر حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا خالد يا جندي، واقسم بالله العلي العظيم ربنا هيورينا فيك يوم زيك زي اللي سبقك. انت مجرد معرس كبير وكلامي مسؤول عنه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى أن أنا ما أكونش طولت عليكم. أنا آسف على أي لفظ خارج، بس أنا راجل صعيدي اللي في قلبي على لساني، ما عرفش ألون ولا شرج ولا غرب في الكلام خالص. إذا عجبتكم الحلقة أتمنى أنكم تدعموني بلايك وشير، وإذا ما عجبتكمش برضو لايك وشير مش هيضر خالص. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.